بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم في وصفة من وصفات لمسات أم ياسين نقدم لكم طاجين زيتون هكذا برولي تاع بطاطا وفيوند عشي، إن شاء الله تنال إعجابكم. وصفة تقدري تعتمديها في شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والصحة، لا فاقدين ومفقودين يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا نتيجة أكثر من رائعة. تقدري تستعمليه كطبق رئيسي وتقدري تستعمليه كمقبلة بدون زيتون، فقط وحده، ليرولي تاعك وحده. هذه الوصفة سهلة سريعة وتقدري تقدميها لضيوفك أو لأهل بيتك، لأولادك وزوجك. نبدأ الوصفة بسم الله. عندنا هنايا ملعقة تاع سمن، نزيدوا لها ملعقة أو زوج ملاعق أو 3 تاع زيت عادي. وكنت أنا ربيت حبة تاع بصل كبيرة بهذا الشكل، نديروا حوالي ملعقتين للطاجين تاعنا، ومع شوية تاع كزبر هكذا، ونخلو كمية أخرى راح نضيفوها ليرولي عفوا نتاعنا، ونتبلو به كذلك اللحم المفروم تاعنا. عندنا هنايا رشة تاع زنجبيل ورشة تاع فلفل أسود ورشة تاع كركم. راح نديرو طاجين أبيض هكذا، ما تكثرش بزاف التوابل باش ما تجيش المرق تاعنا لونها غامق. ونديرو وطبعا الزيتون تاعي كنت بدلت له الماء وشحال من مرة هكذا باش نخلصوا من الملوحة نتاعو، من الملح تاعو. والطاجين تاعي انا ما درتلوش كامل ملح، ومن بعد نذوق ونشوف اذا خصو راح نزيدلو شويه ملح. درتلو كميه تاع ماء حوالي كأس او كأسين تاع ماء طبعا ساخن، وخليت الزيتون تاعي طيب بجيه. جيت هنايا انا عندي حوالي كيلو تاع بطاطا، نقيته بهذا الشكل وغسلتها وتسكرفجي هكذا في سكرفاج هذاك المتوسط، ما هو خشين ما هو رقيق. وضفت له كميه نتاع بصل، حوالي ملعقه كبيره نتاع بصل مسكرفجه، وعندي سنينه هنا تاع ثوم كذلك سكرفجتها هكذا نضيفها فوق البطاطا تاعنا. تقدري تعصري البطاطا تاعك كيما تقدري تخليها هكذاك الخطره، ومن بعد راح نديروها في بلا وطيب، لازم تكون فيها شويه نسبه تاع ماء هكذا باش تطيب لنا مليح. درت لها رشه تاع زنجبيل، درت لها رشه تاع ملح، ودرت لها شويه كركم وشويه تاع كمون، وكذلك حوالي 3 ملاعق تاع زيت باش ما تطيبلناش صامته. ونضيفوا لها 3 حبات تاع بيض او 4 حبات على حسب الكميه اللي راح تستعمليها نتيا هكذا. ودرت لها حوالي 2 ملاعق كبار ولا 3 تاع فرينه باش تمتص لنا شويه سوائل. نخلطو كامل مع بعض المكونات كما راكم تشوفوا. وطبعا كنت وجدت في هذه الوصفه من الاحسن تستعملي ورق الزبده. درت له شويه تاع زيت كما راكم تشوفوا بالفرشات او بالشيته، وراح نبسط كامل الكميه تاع البطاطا تاعي. ما لازمش تكون السمك تاعها عالي، لازم تكون السمك تاعها نوعا ما رقيقه هكذا باش تطيب لكم، وباش من بعدك تكوني ترولي فيها ما تكسرلكش. نبسطو كامل الكميه باش تدي شكل تاع المول، ونديروها طيب طبعا من الفوق. كي طيب من الفوق نطيبوها من عفوا من التحت نطيبوها من الفوق. عندي انا هنايا كميه تاع لحم مفروم، درت له شويه تاع بصل، ودرت له شويه تاع سكنجبير او زنجبيل، وشويه تاع فلفل اسود وحبه بيض. نخلطهم مليح مليح، ومن بعد ندير الزيت في يدي باش ما يلصقليش اللحم المفروم تاعي. نحاول نديرو لي بولات كيما راكم تشوفوا، نديرو لي بولات كامل. ومن بعد طبعا راح نخلي لي بول في الزيتون ولي بول واحد اخرين راح نستعملهم كطبقه ثانيه للرولي بطاطا تاعنا. عندي انا هنا كميه تاع لي شامبينيون اختياري، تقدري تستغني على هذه المرحله. غسلتها مليح ودرتها، وهنايا راني نستف في لي بول تاوعي. تقدري تستعملي كذلك دجاج مفروم، كما تقدري تستعملي داند كذلك، يعني اختياري. يعني طبق يحمر الوجه صراحة، يجي أكثر من رائع. هكذا نغطوه نخلوه يطيب
في هذه الأثناء أنا طاب لي الرولي بطاطا نتاعي من تحت. تفتحي هكذا ودير تدهنيه بشوية زيت باش يمدلك بنة مليحة بهذا الشكل. استغفر الله. أنا كنت ديت شوية حبيبات تاع فيونداشي، توسيهم هكذا بالفرشيطة، وتستعملي 2 ملاعق كبار تاع فرماج. كما تقدري تستعملي فرماج مثلثات اختياري، تخلطيهم مليح. هنا أنا طاب الرولي تاعي كما راكم تشوفوا في الطريقة هكذا، ونقلبوا الرولي تاعنا، نحاولوا نحو. أنا كانت سخونة بزاف، استعملت بابي مشوار ولا كلينكس كما راكم تشوفوا، مش قادرة نديرها لأنها سخونة بزاف. لازم تتخلصي من ورق الزبدة وهي سخونة هكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. استعمل هنايا سباتول هكذا، نهبطوا كامل الكمية ونحاولوا نبسطوها بهذا الشكل. وأنا كان عندي فرماج رابي اختياري، تقدري تستغني عليه فقط لتعزيز المذاق. إذا عندك ديري، إذا ما عندكش تقدري تستغني عليه هكذا. تقدري كذلك ديري شوية زيتون إذا كنتي ماكش حتستعمليه كمقبلة، ديري زيتون هكذا، قطعي شرائح وديريه. درك نحاولوا نرولوه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. تقدري تعاودي ترجعيه للفور هكذا باش تحمريه. كما تقدري تكتفي بهذه المرحلة. أنا درت له شوية فرماج ودرته في شوية في الكوشة أو في الفرن، ومن بعد كان نقطع معكم تشوفوا القوام جا ما شاء الله. هنا راه سخون بزاف، قدرت نقطعه. الأحسن تخليه شوية يشد روحه ومن بعد تقطعيه هكذا. يقدم ساخن أو بارد، يعني في الحالتين يجي ما شاء الله. كما راكم تشوفوا طبقات جات باينة وجا ما شاء الله. كما راكم تشوفوا كذلك الطبق تاعي راه وجد الطاجين تاعي. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. وكنشارككم في طبق التقديم يجي أكثر من رائع. شهيتكم في الجنة إن شاء الله، إن شاء الله ينال إعجابكم. في نهاية هذا الفيديو، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.